عليكم حبيباتي الحلوين، مرحبا بكم في قناتي انا الشيف ايمان. ونقول لاخواتاتي تفضلوا ديروا لي ابوني في لاشين اذا ما كنتوش دايرين ابوني، تفضلوا هكا تفعلوا باش يوصلكم كل شيء. اليوم الشيء جربت هذه التحليه جات بنينه بزاف، وقلت علاش ما نشاركش معكم الوصفه. تعرفوني كي ندير حاجه شابه نبغي نشارك معكم الوصفه. المهم جات التحليه روعه وبمكونات بسيطه. اول خطوه اللي درتها في هذه التحليه، درت هنايا نص لتر تاع الحليب، يعني حليب عادي، درت نص لتر. ربيت شيلات حبه تاع تشينا، ربيت هذاك الزيت تاع تشينا. شوفوا زدت شيلات معها السكر درت 3 ملاعق تاع السكر، يعني ما بغيش انا حاجه حلوه بزاف عليها، درت 3 مغارف كبار تاع السكر. اللي يبغي حاجه حلوه بزاف يقدر يزيد السكر. كما قلت لكم درت انا 3 مغارف. زدت معها شيلات مغرف كبيره تاع لا مايزينا، نزيدو معها ثاني مغرف واحد اخرى تاع لا مايزينا ولا فرينه يعني تخفف لكم هذه التحليه. المهم انا درت في 2 مايزينا، نتوما تقدروا ديروا واحده فرينه وحده مايزينا. انا معليش درت 2 تاع لا مايزينا، حطيتها فوق النار حتى عقدت لي ولات لي هذه الكريمه. نجيب لي فيغين تاوعي ونعمرهم، نعمرهم في النص، ما نعمرهمش كامل، يعني راح نديروا الطبقه الثانيه. هنايا بعد ما حطيت كريمه في لي فيغين نروح نديرو طبقه ثانيه. عندي انا 2 حبات تاع تشينا حصرتهم، ديروا لي هكا كاس تاع جو، نصفيه، نحط هذيك العصير تاع تشينا نصفيه هنايا في صفايه. هنايا بعد ما صفيت نزيدو هنايا السكر ثاني. هنا كي تكون تشينا تاعكم حلوه ما تكثروش السكر، كي تكون شويه حامضه يعني زيدوا السكر باش ما تجيكمش هذيك الحموضيه قاصحه. انا درت السكر هنايا، درت 2 مغارف كبار، نزيد معاهم هنايا مغرف كبيره تاع لا مايزينا ونحطهم على النار يعني هادئه حتى نتحصلوا ثاني على كريمه تاع تشينا. كما قلت لكم انا ما نبغيهاش حلوه بزاف، درت غير 2 مغارف كبار. شوفوا تحصلت على هذه الكريمه. زدت معاها هنايا شويه تاع الزبده، عطاني هذاك اللمعان هذيك تاع الكريمه تولي شغل تلمع. نخلطها حتى اللي تذوب لي هذيك الزبده. هنا كنت ديجا قلعتها من فوق النار. دوك نزيد الطبقه الثانيه تاع التشينا تاع كريمه البرتقال وفي لي فيغين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه التحليه وتجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسوش الشيرات، تخلوا لي رايكم في التعليقات، وزيدوا الشيرات بارطاجوا لي لاشين راكم راكدين فيها. المهم هنا بعد ما درت الطبقه الثانيه نخليها تبرد لي وتشوفوا النتيجه. انا شريت هنا كانت النتيجه بعد ما بردت، يعني جات التحليه روعه، مدت لي هذيك الحموضيه، هذوك لوغو تاع الحموضيه تاع التشينا ما تامنوش، جات كريمه روعه. شوفوا كما قلت لكم شيرات، ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم على هذه الوصفه. ودوكا شيرات نقول لكم تهلوا لي في رواحكم وشهيتكم في الجنه وصحه فطوركم وصحه رمضانكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه، موس عليكم حبيبي.